كما تعلمون يعني كان يأخذ من كتب أهل الكتاب، فلا يمتنع أن يكون هذا من الإصر الذي وضع على أهل الكتاب، بخلاف هذه الأمة المرحومة التي وسع الله سبحانه وتعالى عليها وجعل لها من الرخص ما لم يجعله الأمة من الأمم. فابن الجوزي يتعجب، يقول يعني هذا الذي يقتل نفسه بالمخالفة كأن يحب امرأة مثلا، وبعدين يسافر إليها ويلف الدنيا وبينها وبينه متالف ومهالك، ومع ذلك يستعذب ويستهون كل خطب في سبيل أن يذهب، مع أن العلاقة في الأساس علاقة محرمة. يعني مثلا رجل تزوج امرأة مغنية وكانت بتغني في الكباريهات، فلما يعني تزوجها أنف إنها تغني في الكباريهات، فاشترى لها كباريها لتغني فيه. يعني ما يصحش إنها تغني في كباريهات الناس، لا، اشترى كباريه ودفع على هذه الكباريه 150 مليون جنيه. طب ال 150 مليون جنيه دول يعني كيف أتى بهم؟ أولا هو شاب كان سنه حوالي 34 سنة. أنا عايز أفهم يعني 150 مليون يعني دول جاب بهم كباريه، طب أمال هيعيش يشحت بقى؟ لا، أكيد دي الفكة اللي معاه. طب اللي معاه 150 مليون عشان يشتري كباريه ده كيف حصل هذا المال وهو ابن 34 سنة؟ يعني خلق الله دول كلهم بقر وهو اللي ذكي؟ يعني هو بيعرف يفكر وذكي وكويس والكلام ده، وهؤلاء الخلق جميعا لا يفهمون ولا عندهم عقل والقصة دي. واحد آخر يتزوج امرأة وينفق في ليلة الزفاف يوم الزفاف 9 مليون دولار، يعني 50 مليون جنيه. هتبيض ايه المرأة دي؟ مش فاهم. يعني صلاح الدين مثلا ولا ابن تيمية الزمان ولا الكلام ده عشان 50 مليون جنيه في ليلة؟ ويقول لك لا تحقد ولا مش عارف تعمل ايه ولا تعمل ايه، والعالم كلها بتمد ايديها 40 سنة خدمة ويطلع في اخر المدة كلها الاساسي بتاعه 600 جنيه. فالنهاردة لما يكون هذا الإنسان اللي جمع كل هذا المال، لا شك أن جمع المال فيه مهالك، يعني دونه خرط القتاد أحيانا، يعني يلف الدنيا كلها ويدع الناس يطؤون خده ويعمل فيها كل حاجة في سبيل أن يجمع هذا المال، ثم لا يرعوي أن ينفق هذا المال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي لو ندب فيه أن يهلك نفسه لله لأتى بالآيات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع أنه يدعى لأن يقتل في سبيل الله، تعالى الجهاد مثلا، لا يشح بنفسه ويجيب الآيات بقى علشان يتقي المسألة دي، مع أنه لو أهلك نفسه في الله لكان رابحا. ابن الجوزي بيقول يعني إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. ليه؟ لأنه في الخدمة، لأنه يخدم سيده ومالكه، يعني هو شغال يعني. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الآية واضحة زي الشمس، اقتل نفسك أو اخرج من دارك، ما يعملهاش، لكن هنا يسيره هواه. فيقول ابن الجوزي رحمه الله وهل العيش إلا معه تبارك وتعالى؟ وهل الدنيا والآخرة إلا له؟ أي أن المرء لو استعمل الأسباب الشرعية وأطاع مالك الدنيا والآخرة لا يضيعه. النهاردة كيف يدال على الرسل؟ ده سؤال بعض الناس يسأله، كيف يدال على الرسل؟ يدال أي كيف يهزمون؟ إزاي الأنبياء يخرجون من ديارهم وبعضهم يقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج خائفا أو خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ويختبئ في الغار والكلام ده، وأولياؤه يذبحون ويقتلون ويشردون. طيب كيف يدال على الرسل وعلى أتباع الرسل؟ يقول ابن القيم رحمه الله كلاما معناه أنه لو انتصروا بصفة دائمة لوقع في نفوسهم العجب، ولو هزموا بصفة دائمة لساء ظنهم بربهم. فإذا يدال عليهم
وينتصرون، تبقى المسألة إيه؟ سجال، مرة كده ومرة كده. لأنه لو هزم بصفة مستمرة، فأنا أقول طيب إذا كان الحق معي والله عز وجل أنزل الكتاب وأرسل الرسول والحق معي، وهذا الحق هو محبوب الله عز وجل، ومع ذلك لم ينصره في موطن قط، وحينئذ يساء الظن. يعني الإنسان تعرف كفور بطبعه وظنين أيضا، وقد يكون ظنينا بربه تبارك وتعالى، فيدال على الرسل مرة ويدال على غيرهم مرة، حتى تنفذ سنة الله عز وجل التي لا تتخلف ولا تحابي أحدا من الخلق. الذين يعيشون مع الله سبحانه وتعالى يستحضرون ذكره ويتفكرون في آلائه هم أسعد الخلق. وعبر سعيد المسيب رحمه الله تعبيرا جميلا عن هذا، قال: إن لفي سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدون عليها بالسيوف، اللي هي راحة البال، سيهديهم ويصلح بالهم. راحة البال، كنش عندك لا هم ولا غم، وتعتقد أن الله عز وجل ناصرك. يعني شوف الإمام البخاري من اللفتات الجميلة إنه بدأ صحيحه بحديث وأنهاه بحديث. بدأ صحيحه بإنما الأعمال بالنيات، للدلالة على أن كل الأبواب التي ستأتي بعد هذا الحديث لا تقبل إلا بنية. يبقى من أول إنما الأعمال بالنيات داخل بقى في كتاب البدء الوحي، وبعدين كتاب العلم الإيمان، وكتاب العلم، كتاب الوضوء والصلاة والزكاة والجنائز والمش عارف ايه والكلام ده، والبيوع والطلاق والجهاد والنكاح فضل ماشي. دي كلها اسمها ايه؟ الأحكام الشرعية. خلاص. آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه اللفتة بقى اللي البخاري يقصدها في ظني أنا وفي فهمي بعد كل هذا؟ يريد أن يقول أو إن المعنى يترجم في إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الآية دي تلخص مقصد البخاري من الحدوتة دي كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة دي تمثل الأحكام الشرعية، واتباع الأحكام الشرعية والحلال والحرام ينهى عن الفحشاء والمنكر. بس اللي ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من الأحكام الشرعية الذكر. عشان كده الآية أي ولذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الذكر هو عبادة القلب. وفي حديث موضوع أنا ما بحتاجش بيه على أساس أنه حديث يعني، لكن هاخد منه جملة كأنها كلام لبعض الناس. يعني الحديث اللي هو إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خير إلى العباد نازل شرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعم وأنا الغني عنهم يتبغضون إلي بمعاصيهم وأحوج ما يكونون إلي أهل ذكري أهل محبتي. دي اللي أنا عايز أخدها مش من الحديث، مش لأنه حديث أنا قلت لكم حديث موضوع، حديث موضوع، لكن الذكر عبادة القلب، وأهل الذكر شامة بين الناس. أهل الذكر اللي هم أهل الإحسان. تعرفين مراتب الدين ثلاثة اللي تعرفينها، حديث جبريل عليه السلام، الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. اعتبرها الثلاث دوائر دول زي الهرم كده، الدائرة اللي تحت خالص أوسع دائرة قاعدة اللي هي الإسلام، وبعدين الإيمان، وبعدين الإحسان. لو جينا من تحت لفوق، الإسلام هو الأوسع من جهة أهله ولا من جهة نفسه؟ لا، أوسع من جهة نفسه. خلاص. ليه؟ لأن الغالبية العظمى مسلمون، ثم أهل الإيمان أقل،
ثم أهل الإحسان أقل.